تعالى أقولك إزاي تتخلصي من أصعب الدهون على مطبخك الخشب وترجعيه جديد أكنك لسه شارياه بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة. بس يا ريت نصلي على الرسول في الأول. هتجيبي بولة وتنزلي فيها بنص كوباية من صابون السائل بتاع المواعين أي نوع تفضلوه، وفي نفس الكوباية نعاير نص كوباية من الخل. هنضيف باكت كامل من البيكنج باودر يوازي معلقة كبيرة مليانة منه، والبديل هيكون معلقة كبيرة مليانة من البيكنج صودا المتوفر عندك اشتغلي بيه. الاتنين بيكونوا تحفة. هنقلب. هنلاحظ ان الخلطة دي بتفور معانا بسيط، ما تقلقوش، هي كده بتتفاعل ولونها يبدأ يتغير ويفتح معاكي زي ما انتم شايفين كده. طريقتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبتشيل أصعب الدهون من على الأخشاب عموما تحديدا المطابخ. دايما بعتمدها كل فترة كده، أبدأ إن أنا أنظف بيها المطبخ بتاعي. بعد كده هجيب جوانتي ألبسه في إيدي برضو عشان أحافظ على إيدي، وتجيبي الاسبونج هتبلي كده بالخلطة وتبدأي تغسلي الخشب ومن تحت المقابض والتنايات. تحفة، جربوها هتعجبكم. اغسلي كويس جدا جدا. نصيحة مني، يعني كل فترة كده تعملي الموضوع ده، بس مش فترة قريبة لأن اوريدي انت ايدك فيه أول بأول. ما تخليش أبدا الدهون تتراكم عليه بصورة صعبة، هي كده كده هتتشال، بس عشان ما تتعبيش وتاخدي وقت في الخطوة دي. أنا ايدي فيه على طول ما بسيبوش أبدا، لكن كل فترة يعتبر مش قريبة أحب أنضفه التنظيفة الجامدة دي. جبت بقى فوطة عصرتها كويس قوي بعد ما بلتها، وهبدأ أشيل الخلطة دي من على الخشب. هتلاحظوا طبعا الفرق تحفة. شايفين؟ بعد كده بجيب فوطة ناشفة أبدأ أجفف الخشب كويس جدا جدا. أنا هعمل جزء صغير معاكم وباقي المطبخ هعمله مع نفسي عشان الإطالة. هبدأ أجففه، وده شكله بعد ما شلت الخلطة من عليه. شايفين يا جماعة الفرق؟ بصوا بقى، الخطوة اللي جاية دي مش إجباري أبدا، اختيارية. بنصح بيها للناس اللي مطبخها واخده طبقه فلوت زي مطبخي، يعني بتلمع شويه. بتروحي عند الموان بتجيبي الفلوت اي نوع تفضلوه، انا بحب النوع ده بخففه بشويه تنر، او ممكن تخلي الموان يعملهولك. وتجيبي فرشه ب10 جنيه. انا بجانب الاكل يا جماعه الطبخ يعني ليا هوايات تانية، بحب قوي الدهانات بتاعة الخشب. كل فترة كده أحب أدهن المطبخ بتاعي أو الأخشاب. طب انتي مش حابة أو مش عارفة، هتجيبي منه البخاخ مخفف جاهز، تبدأي تبخي على الخشب. وأسعار الحاجات دي غير مكلفة ومش غالية. شايفين بقى الفرق؟ أهم حاجة وانتي بتدهني بالفرشة ادهني كله في اتجاه واحد، مش في كذا اتجاه. وده بقى الشكل بعد ما دهنت الضرفتين دول. وطبعا باقي المطبخ هعمله تحفة أكنك لسه شارياه بالظبط. شايفين بقى الجمال؟ نصيحة مني كمان، لما تيجي تعملي طبقة الفلوت دي ما تدهنيهاش على طول من قبل ما تشيلي طبقة الدهون والزيوت من على المطبخ وتستسهلي، لانه مش هيثبت عليها. لازم اتخلص من الدهون والاتربه وادهن الفلوت بالخطوات اللي انا عملتها معاكم لو حابه تعملي الخطوه دي. وده الشكل النهائي بعد ما خلصته وخلاص نشف. هبدا بقى ارص حاجتي. طريقة بسيطة وسهلة وغير مكلفة تحييلك المطبخ وترجعه جديد. جربوها، متأكدة إن شاء الله هتعجبكم جدا جدا. ألقاكم في فيديو جديد.